هذه القصة ذكرها الله تبارك وتعالى في آية واحدة، هي قصة عظيمة فيها عبرة عظيمة وفيها آية واضحة باهرة تشهد وتدل على قدرة القدير سبحانه وتعالى. قول الله تبارك وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. من المقصود في هذه الآية الكريمة وما هي الأحداث التي دارت في قصة هذا الرجل؟ ذكر أهل التفسير أن الذي مر على القرية هو عزير، وذكر بعضهم هو الخضر، وذكر بعضهم غير ذلك، حتى قال بعضهم هو رجل من بني إسرائيل. لكن الأشهر أيها الإخوة، الأشهر أنه عزير، هذا النبي الكريم الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلى بني إسرائيل. ولا زلنا في هذه القصص التي وقعت في بني إسرائيل، الذين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قد وقعت فيهم الأعاجيب، وأرسل الله تبارك وتعالى إليهم أنبياء كثر، فهذا نبي من الأنبياء. عزير عليه السلام هذا النبي الكريم أرسله الله تبارك وتعالى بين داود وسليمان وبين زكريا ويحيى. أنتم تعلمون بارك الله فيكم أن داود وسليمان عليهما السلام كانوا في زمن واحد، وزكريا ويحيى كانوا في زمن واحد، فالعزير بعث بين هذين الزمنين، بين زمن داود وسليمان وزمن زكريا ويحيى، بعث هنا. طبعا جميع هؤلاء الأنبياء يجددون ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام الذي هو قبلهم، وبعث الله تبارك وتعالى بالتوراة التي كانت دستورا لهم يسيرون عليها ويطبقونها. فالذي وقع أن العزير خرج يوم من الأيام، هذا قبل أن يوحى إليه، قبل أن يكون نبيا، قبل أن يبعثه الله تبارك وتعالى، كان رجلا صالحا من صلحاء بني إسرائيل، فخرج يوم من الأيام على حماره في صباح هذا اليوم ليقضي حاجة له، ثم عندما ارتفعت الشمس واشتد حر الظهيرة اقترب من مدينة خربة، مدينة عبارة عن أطلال، ضاحية من الضواحي التي كانوا يعيشون فيها بالقرب من بيت المقدس، هم كانوا يعيشون في بيت المقدس. فهذه الضاحية التي قريبة من ضواحي أو قرى بيت المقدس، تعلمون أنتم أن كل مدينة كبيرة أو كل بلدة كبيرة لها ضواحي، مدن صغيرة، قرى أو ضواحي، أو ما يسمى مثلا في بلاد نجد يسمونهم الهجر، هجر صغيرة تكون قريبة من المدن الكبيرة. فهو خرج لحاجته في يوم من الأيام، في صبيحة يوم من الأيام، العزير على حماره ومعه طعام يسير، فبعد ارتفعت الشمس كما قلت لكم إذ هو قريب من إحدى هذه القرى الخربة، فدخل في هذه القرية الخربة وأراد أن يستظل، نزل عن حماره وأنزل متاعه ليستريح قليلا تحت ظل شجرة أو تحت ظل حائط من حرارة الشمس. وكان معه تين، الفاكهة المعروفة التين، وكان معه عنب، فأخرج شيئا من العنب وأخرج قصعة له، القصعة الإناء الصغير، وأخرج قصعة له
وأخذ يعصر شيئا من العنب الذي معه في هذه القصعة ليكون عصيرا فيشربه ليتقوى على حرارة الشمس. فعندما عصر هذا العنب في هذه القصعة جلس واستلقى على قفاه، يعني أسند ظهره على هذه الشجرة أو هذا الجدار، وأخذ ينظر إلى القرية التي بين يديه عبارة عن أطلال مدمرة، يعني أسقف البيوت قد جاءت على الأرض، أتي على بنيانها من القواعد، خراب لا يرى إلا الخراب. فقال في نفسه في لحظة تأمل، وهو رجل صالح مؤمن تقي، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. طبعا لم يقل هذه الكلمة من باب الشك، إنما قالها من باب التعظيم، يقول سبحان الله. يعني كما أنك الآن ترى مثلا مزرعة خراب، أرض بور، المؤمن ينبغي له أن يتعظ وأن يربط ما يراه في بيئته وفي واقعه بالله سبحانه وتعالى يزداد إيمانا. يعني بعض الناس مثلا يدش على المزرعة هذه الخراب يقعد يبدأ يعني يستهزئ ويتندر ويتأفف ويتضايق. آخر رجل صالح يجعل هذا المنظر موقف للعبرة والعظة، يقول سبحان الله، هذه الأرض الآن كانت قبل فترة خضراء، مروج خضراء، حدائق غناء، الآن أصبحت بور، سبحان الله، كيف سيعيدها الله مرة أخرى؟ شوف، نظر لهذا الموقف من منظار آخر رباني. وهكذا الصالحون إذا رأوا مثلا منظرا جميلا، رأوا السماء صافية، رأوا النجوم تتلألأ في ظلمة الليل، يجعلون هذا الأمر موقف وموطن للعبرة والعظة. المهم قال في نفسه: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. وسبحان الله، هذه الآن بعد أن أصبحت بور وخراب ودمار لا يكاد الإنسان أن يرى فيها بصيصا للحياة، يعيدها الله مرة أخرى. هذه لا شك، هذه القرية هي آثار، كان هناك أناس يروحون ويجيئون، يبيعون ويشترون، يمرحون يبطشون، كانوا هنا في هذه القرية لا شك. أين هم؟ ذهبوا، لم يبق منهم ذرة إلا الآثار. فهذا بعث في نفسه هذا السؤال لتعظيم الله تبارك وتعالى الكبير المتعال. قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. سبحان الله، هنا أراد الله تبارك وتعالى أن يجعله آية، أن يجعله آية ومعجزة له ولمن يأتي بعده. فأماته الله 100 عام. شوف على حطته حين قاعد بهذه الطريقة، أسند ظهره ورأسه إلى الجدار أو الجذع الذي كان يسند ظهره إليه، ثم نظر إلى هذه الأطلال والقرية المدمرة بين يديه، فثار في قلبه وفي نفسه هذا السؤال من تعظيم الله تبارك وتعالى: أنى يحيي الله هذه بعد موتها. مباشرة على هذه الجلسة بعث الله إليه ملك الموت الذي يسميه الناس بعزرائيل، وهذه التسمية غير صحيحة، لا تقل عزرائيل، لا بد أن نسمي الأسماء بمسمياتها. من الذي سماه عزرائيل؟ لا أعلم حديثا صحيحا ثابتا يسميه أو سماه النبي صلى الله عليه وسلم عزرائيل. سماه النبي صلى الله عليه وسلم بملك الموت، قال: حتى يجيء ملك الموت عليه السلام، في حديث البراء عند الإمام أحمد. وسماه الله تبارك وتعالى بملك الموت: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. إذن سمه ملك الموت ولا تسميه عزرائيل. عزرائيل هذه مأخوذة من الإسرائيليات، والعبرة بما ثبت في شرعنا. فجاءه ملك الموت على هذه الجلسة. شوف ما أهون الحياة على الله، وما أسرع الآجال. إذا جاء الأجل لحظات انتهى كل شيء. الآن هذا النبي الكريم العزير، هل دار في خلده أنه بعد أن يقول هذه الكلمة سيقبض؟ لا طبعا. فعندما قالها قبض الله تبارك وتعالى روحه وأماته 100 عام وهو على هذه الجلسة. طبعا 100 عام الزمن مضى، 100 سنة وهو باق على حاله وفي مكانه.
ثم بعد 100 سنة هو توفي، يعني قبضه الله وهو له 40 سنة، له 40 سنة. وعند 40 كما تعلمون هي السن التي يبعث الله تبارك وتعالى بها الأنبياء والمرسلين، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، سورة الأحقاف. فسن 40، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث على تمام 40، لأن الإنسان إذا أتم 40 نضوج تام، كما يصفه الناس، يقولون سن 40 هو كهول الشباب وشباب الكهول، كهول الشباب وشباب الكهول، يعني بالنسبة لسن الشباب هو يعتبر شايب بالنسبة لهم، وبالنسبة لسن الشيب والشيوخ الكبار يعني يعتبر بالنسبة إليهم شابا. فسن 40 هو كمال النضج، ولذلك يبعث في هذه السن الأنبياء والمرسلون. فقبضه الله وهو على سن 40، ثم مكث في هذه الموتة 100 عام. تصور 100 عام، ثم بعثه الله تبارك وتعالى. 100 عام يعني كما يقولون أن القرن 10 سنة، نعم القرن 100 سنة والعقود 10 سنوات، يعني مكث 10 عقود، قرنا كاملا. أمم تأتي وتذهب في هذا القرن الكامل، أحوال تتبدل، أمور تتغير، أناس مواليد جدد، وفيات جدد، ثم بعثه الله تبارك وتعالى بعد 100 سنة. عندما بعثه الله سبحانه وتعالى بعد 100 سنة، أول ما دبت الحياة في قلبه وعينيه، فنظر حوله. ومن عجيب أمر الله تبارك وتعالى أنه عندما قبضه الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم قبل 100 سنة، كان ذلك كما قلنا متى؟ في الظهيرة، يعني في أول النهار. فعندما بعثه بعد 100 سنة على هذه الحال، بعثه في آخر اليوم، يعني مثل هذا الوقت قبيل الغروب. فظن أنه يعني غطة بسيطة كذي، وساعة ونص، وهو قد نام أو قد توفاه الله ل100 عام. فعندما استيقظ رأى إلى حاله. بعض أهل التفسير يقول بأنه يعني جسده كله ذهب، أصبح عظاما بالية، ثم دبت الحياة في عينيه وفي قلبه، فنظر إلى جسده كيف يتشكل ويتكون. هذا ذكره بعض أهل العلم، وبعضهم قال لا، وهذا هو الأقرب والعلم عند الله عز وجل، أن جسده مكث على حاله، بدليل ظاهر الآية كما سنذكر الآن، أن هذا الجسد مكث على حاله لم يتغير، لتكتمل الآية والمعجزة الباهرة. كيف جسد يبقى ل100 سنة دون أدوات تحنيط، دون وسائل معينة، تقنيات، يبقى بهذه الصورة؟ أنت لو ترك جسد آدمي في بيت وقد توفي، كما نسمع بعض الجرائم، نسأل الله السلام والعافية، يترك ليومين 3 أيام أقل، بعد يكون قد إيش؟ قد عفن، لا يستطيع الداخل أن يدخل من قبح ونتن الرائحة، ويضعون لبضع ساعات في الثلاجات ليحفظ حتى يدفن، وإلا سيتلف. فكيف سيبقى في هذه المؤثرات الطبيعية، حرارة وبرودة وتغير وتقلب ودواب وهوام من الأرض ل100 عام؟ سبحان الله، باق على حاله، على جلسته. فاستيقظ ونظر إلى نفسه، فقال له الملك الذي جاءه، قال كم لبثت؟ شو تتوقع كم يوم نمت يعني؟ قال كما قال الله تبارك وتعالى، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، يعني إذا بطول بالنوم شوي ممكن آخذ يعني يوم كامل لو كنت تعبان، يعني ما أعتقد أني تعبان لهذه الدرجة، أو بعض يوم. وهذا ربما كان الأرجح في ذهنه عليه السلام، لأنه كما قلنا في ظن هو يذكر آخر لحظة كان وقت الظهيرة، والآن وقت يعني قبيل الغروب، أو بعض يوم، كم ساعة بس. قال له الملك بل
لبثت 100 عام. شوف الصاعقة، خبر صعب، مفاجأة. قال بل لبثت 100 عام. فانظر إلى طعامك التين والعنب اللي كان معك، شوفه إلى الآن في جرابك وإلى الآن في متاعك. فانظر إلى طعامك وشرابك، عصير العنب اللي عصره قبل 100 سنة، سبحان الله. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يتغير. كل شيء يتغير في الدنيا، حتى اللبن اللي يحطونه في الجمعيات يقول لك طويل الأمد، كم يعني بقبل سنة سنتين سيفسد لا محالة، سيتغير. ولذلك ربي سبحانه وتعالى ذكر لك أيها المسلم سورة عظيمة من صورة عظيمة من صور نعيم الجنة، فقال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. في ماء في الدنيا لا يأسن، آسن يعني غير متغير، ما في، لا بد الماء يتغير. من ماء غير آسن، ثم قال ومن لبن لم يتغير طعمه، خمر لذة للشاربين، عسل مصفى. لبن لم يتغير طعمه، سبحان الله. اللبن مهما مكث لا بد أن يتغير طعمه، ولكن أحوال الجنة بخلاف أحوال الدنيا، نسأل الله من نعيم الجنة. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، ما تغير. العنب والتين الطعام موجود ما تغير، وهذا العصير من العنب في القصعة إلى الآن لم يتغير، لم يتسنه، لم يفسد. قال وانظر إلى حمارك، لأنه من الممكن يقول لا ممكن، لأني أنا مكثت يوم، ممكن أن جسمي ما يتغير والطعام ما يتغير والشراب ما يتغير، لكنه كأنه يعني لاحظ الملك الذي بعثه الله إلى العزير، كأنه لاحظ من العزير الاستغراب، وحق له أن يستغرب. كيف مكث 100 عام؟ صعب. إلى الآن يعني لم يستوعب هذه القضية عليه السلام. فقال له طيب طعامك وشرابك ممكن تقول مكثت يوم، وانظر إلى حمارك. كان معك حمار، وين حمارك؟ وإذا بالحمار أصبح عظاما نخرة، عظاما بالية متناثرة. قال ليس هذا حمارك؟ وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها. أمر الملك بأمر الله تبارك وتعالى، وقيل إن الله تبارك وتعالى أرسل ريحا فجمعت هذا العظام المتناثر الذي حوله، يعني ليس بعيدا لكن متناثر. مات الحمار وتحلل وأصبح عظاما، فجاءت هذه الريح وجمعت هذا العظام المتناثر، هنا عظمة وهناك عظمة، هنا عظمة الظهر، هنا عظمة الساق، الرقبة، الجمجمة، متناثر. فجمع الله هذه العظام أمام عيني العزير. هذا العظام تشكل، تركب بعضه على بعض في لحظات، وهو يرى هذه الآية العظيمة والمعجزة الباهرة أمام عينيه، كيف أن هذه العظام تتركب وتتشكل لهذا المخلوق. ثم ليس هذا فقط، كيف ننشزها، كيف نرفعها. أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. انشزوا يعني ارتفعوا. لو واحد دش المجلس قال لك يا فلان دن ارتفع شوية، أفسح لأخيك، عليك أن تفسح له، هذا من آداب المجالس. فانشزوا يعني ارتفعوا، يعني أفسحوا. قال كيف ننشزها، كيف نرفعها، ويتكون هذا القفص الصدري والرقبة والساق والظهر والركبتين والقدمين، وهو ينظر. لك أن تتخيل هذا الأمر، هذا الموقف العظيم. ثم قال سبحانه وتعالى ثم نكسوها لحما. الآن بعد أن تشكل هذا الحمار عظام فقط أمام عينيه، ثم أمر الله تبارك وتعالى اللحم أن يكسو العظام، فكسى اللحم العظام بعروقه وشحمه وأوردته. ثم بعد أن كسي لحما كساه شعرا،
فجاء الملك الذي كان عنده فنفخ في منخري الحمار فدبت الروح فيه، فأخذ ينهق وينظر إلى السماء يظن الحمار أن الساعة قد قامت، يظن الحمار أن الساعة قد قامت. هكذا قال أهل العلم، نظر إلى السماء ونهق بعد أن دبت الروح فيه بإذن الله تبارك وتعالى. آية عظيمة. بعد ذلك قام العزير عليه السلام وصعد وركب الحمار وأخذ طعامه وعاد إلى القرية، إلى قريته التي كانت قبل 100 سنة. دخل القرية ولا الناس غير الناس، البيوت غير البيوت، يعني أنكرها وأنكرته. هذه القرية يعني يمر على الناس في الطرقات لا أحد يعرفه، ولكن ينظر إليه باستغراب كونه غريب. ثم ذهب إلى داره، إلى بيته، وطرق الباب. فتحت الباب عجوز كبيرة في السن قد تجاوزت 100. نظر إليها فعرفها. هذه العجوز هي جارية له قبل 100 سنة، جارية أمه عنده، يعني يوم عندما قبض الله روحه كان عمره 40، وكان عمر الجارية 18 سنة. يعني كم عمرها الآن؟ 118 عمرت هذه. فإذا بعجوز عمياء حسيرة كسيرة شلاء مشلولة مقعدة، فعرفها فقال: هذا هو بيت دار العزير؟ قالت: نعم. فبكت هذه الجارية لأنه ذكرها بالعزير. قالت: وأين العزير؟ العزير مات منذ 100 سنة ولا أحد يذكره ولا أحد يذكر اسمه ويسأل عنه. فقال: يا أمة الله أنا العزير. طبعا تفاجأت في هذا الموقف، كيف أنت العزير؟ أنا العزير، وإن الله تبارك وتعالى قبض روحي 100 سنة ثم بعثني ليكون للناس آية. قص عليه القصة. قالت: إن كنت صادقا فإن العزير كان رجلا صالحا وكانت له دعوة مستجابة. إذا دعا الله فإن الله يجيب دعوته، ادعو الله أن يرد علي بصري وأن يشافيني من هذا الشلل. فدعا العزير ربه تبارك وتعالى أن يرد عليها بصرها وأن يشافيها من شللها ومرضها. استجاب الله تبارك وتعالى دعوته، أبصرت هذه الجارية وقامت كأن لم يكن بها وجع. طبعا فرحت بقدوم الزبير ثم العزير، ثم أخذت العزير وذهبت به إلى نادي ومجلس الأندية، يعني مجالس، إلى مجالس قومها. العزير عندما توفاه الله قبل 100 سنة أيضا كان عنده ولد عمره 20 سنة. يعني كم عمره الآن؟ 120 سنة. طبعا هذا عنده عيال والعيال عندهم عيال والجد الكبير شاب عمره 40 سنة. يعني أمر سبحان الله في شيء من اللخبطة. يمكن واحد فيكم يرجع البيت الحين يشوف جد الرابع والخامس جالس عنده. فجلس وأتى هذه الأندية والمجالس فقالوا له، فقالت الجارية: هذا هو العزير. قال: ايش كذا كنت مخرفة؟ كيف العزير؟ قبل 100 سنة العزير، الآن يخرج وهذا شاب صغير. قال: نعم العزير، وقد بعثه الله تبارك وتعالى أو جعله الله آية. قص عليهم القصة. تكلم ابنه اللي عمره كم؟ 120 سنة، الشايب الآن هذا تكلم وقال: إن والدي كان بين كتفيه يعني علامة، كما كان بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة. ففعلا كشف عن ظهره وإذا بهذا الخاتم أو العلامة موجودة، فتيقنوا أنه الزبير. وإذا بابنه له أبناء والأبناء لهم أبناء، ومنهم قد يعني اقترب من الوفاة والموت. يعني هذا ابن عمره 120 سنة وهو عاد عمره 40 سنة. بالنسبة له توقفت الحياة له هو عليه السلام، أما الحياة في مجملها تسير. فقالوا له: يا نبي الله، طبعا هم في أي قرية كما قلنا في بيت المقدس. قالوا: يا نبي الله، إن بخت نصر
بخت نصر هذا الملك المعروف الذي حارب بني إسرائيل وسامهم سوء العذاب قد خرب هذه البلدة، وفعلا بيت المقدس إذا هو خراب من آثار هجوم بخت نصر عليهم. والمصيبة أنه ضاعت التوراة التي كانت في أيدينا، كلا يضيعون. المرة اللي فاتت ضيعوا التابوت، تضيع. فقالوا التوراة ضاعت أيضا. فيعني إذا كنت رسولا نبيا يوحى إليك فأتنا بالتوراة حتى نعمل بها، لأن هي كانت شريعتهم دستورهم. جلس معهم العزير. قال أهل التفسير والعلم عند الله تبارك وتعالى، هذه من إسرائيلات نذكرها لا نصدقها ولا نكذبها: خرج شهابان من نور من السماء فدخلا في قلب العزير، ثم تكلم بالتوراة. هنا أو لأجل هذا الموقف قال بعض اليهود المقولة القبيحة، وقالت اليهود عزير ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، يضاهئون قول الذين كفروا قاتلهم الله أنى يؤفكون. فلأجل هذا الأمر ادعت اليهود أن عزير هو ابن الله. لماذا؟ سأل عبد الله بن عباس الصحابي الجليل، سأل عبد الله بن سلام هذا الصحابي الجليل الذي كان في يوم من الأيام يهوديا حبرا من أحبار اليهود كما تعلمون. عندما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة كان عبد الله بن سلام في من استقبل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن مسلما ولكن كان من اليهود المدينة، بل كان من أحبارهم من علمائهم. قال: فعندما نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم عرفت والله إن وجهه ليس بوجه الكذاب. الكذاب ترى واللف يبين على محياه، لكن الصادق يظهر عليه أيضا. فسأله عبد الله بن عباس لكونه هو من أحبار اليهود، قال له: ما الذي جعل اليهود يا عبد الله بن سلام أن يقولوا إن عزيرا ابن الله؟ فقص عليه هذه القصة وقال: لأن العزير تكلم بالتوراة من عنده حفظا في صدره، ولم يكن كموسى عليه السلام أنه أتى بالتوراة مكتوبا أو كتابة. فلذلك قالوا موسى عليه السلام عجز أن يتلو التوراة من عند نفسه، وإنما جاء بها مكتوبة. وأما العزير فتكلم بالتوراة من عند نفسه ومن تلقاء نفسه، فهو ابن الله. جنون، أفكار شيطانية خبيثة. فلذلك ادعوا أنه ابن الله، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في ختامها بعد هذه الآية العظيمة التي جرت والمعجزة العظيمة التي جرت لهذا النبي الكريم العزير، قال بعدها: فلما تبين له، أي أن الله تبارك وتعالى قد أحيا العظام وهي رميم أمام عينيه وأماته ل100 عام ثم أحياه مرة أخرى. ماذا قال؟ قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. شوف هذه الفائدة العظيمة، أن الله على كل شيء، وليس ولا تقول كما يقول بعض الناس إن الله على ما يشاء قدير. لا، غلط. طيب الذي لم يشاءه الله عز وجل، هل معنى ذلك أنه غير قدير عليه؟ لذلك قل كما قال القرآن الكريم: إن الله على كل شيء قدير. ونظير هذا الموقف وقع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما جاءه العاص بن وائل، وهذا العاص بن وائل هو والد عمرو بن العاص الصحابي الجليل. العاص بن وائل هذا من صناديد قريش وكبرائهم. جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ عظما باليا، عظم لشاة أو لناقة بالي على الأرض، أخذه وفتته ثم ذره في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كبرا واستهزاء وتعجرفا تغطرسا. فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتزعم أن ربك يعيد هذه العظام بعد أن صارت رميما؟
فقال صلى الله عليه وسلم في جواب نزل على هذا الخبيث كالصاعقة، قال: نعم، ويدخلك النار. قوية هذه، ليس فقط نعم يعيدها، قال لا، نعم سيعيدها ويدخلك النار. ولذلك قال الله تبارك وتعالى هذه الحادثة التي وقعت للحبيب صلى الله عليه وسلم بعد الخبيث في خواتيم سورة ياسين بقوله سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. أنت ما الذي خلقك؟ ما الذي خلقك العاص بن وائل؟ من الذي خلقك وشق سمعك وبصرك وأخرجك من العدم؟ من؟ ورعاك طورا بعد طور، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم جعل المضغة عظاما ثم كسى العظام لحما ثم أنشأك خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. لو فكر هذا قليلا وغيره الملاحدة الآن والذين جحدوا وجود الخالق سبحانه وتعالى، سبحان الله، أين عقول هؤلاء؟ يعني ألم يكن لهم عقل كعقل ذلك الأعرابي البدوي الذي في الصحراء يرعى الغنم، لم يتعلم، لم يقرأ، لم يكتب، لا يرى شيء إلا البر وبيت الشعر والناقة والغنم، ما يشوف شيء ثاني. ومع ذلك كان أسلم في فطرته من هؤلاء الملاحدة الذين بعضهم ربما يحمل الشهادات العليا ولكنه جعل العقل طاغوتا. هذا الأعرابي الذي سئل: بما عرفت ربك؟ قال: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. أكيد في أثر طبيعي، في ناس مروا، أكيد ما يبلها ذكاء هذه بعد. قال: والبعر، مخلفات البعير، يدل على البعير. إذا في بعر، شفنا في البر بعر، أكيد في بعير مر من هنا أو دابة مرت من هنا. والبعر يدل على البعير. وسماء ذات أبراج، يعني كواكب ونجوم. وأرض ذات فجاج، يعني أنهار وأودية وبحار. ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير بفطرته السليمة؟ فالمقصود إخواني، قال الله تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم الأرض، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحانه وتعالى. فهذه إخوان لا شك أنها من القصص العظيمة والقصص الحق التي جاء ذكرها في القرآن الكريم. هذه الفائدة والثمرة العظيمة أن الله على كل شيء قدير، وأن الله سيعيد الخلائق أجمعين كما بدأنا أول خلق نعيد، وعدا علينا إن كنا فاعلين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا والعمل الصالح.